صار عندي توأم سمية وعلاوي. 14 سنة احنا نعاني ما عندنا اطفال بدون جهال 14 سنة. فهي هاي اول مراجعة لنا، اول عملية سويناها وهو هذا هنا بالدكتور بالمستشفى مال الكفيل. ما صار حمل عقم اولي، ما صار حمل ولا مرة عنده، ومراجعة أطباء كتير يعني تحاليل وسونارات، وطبعا عدة محاولات تلقيح صناعي، محاولات علاجات عادية يعني. فبعد مراجعة ملفها كله مع التحاليل يعني قررنا إجراء عملية أطفال أنابيب، والحمد لله من أول محاولة صار عندها حمل بتوأم، وتمت مراقبة الحمل بشكل جيد تقريبا بشكل دوري يعني أسبوعيا، وكل 10 أيام مراقبة للمريضة تحاليل وسونارات، حتى وصلنا لبداية الشهر الثامن. راجعتني المريضة بقصة طبعا بقصة طارئة يعني مخاض تقلصات عنيفة يعني، وتمت ولادتها ولادة قيصرية إسعافية بمستشفى الكفيل، والحمد لله بالعناية المشددة من قبل قسم الخدج والأطفال وأطباء الأطفال المتخصصين عندنا مشكورين جزيلا. تم قبول الأطفال لمدة يومين بالمستشفى، وتم تخريجهم بحالة جيدة الحمد لله. لا والله جا نكذب، كنا نحاول يعني احنا ما متوقعين تنجح 100%، بس حاولنا من اول يعني محاولة وصار عندنا ما شاء الله، والله رزقنا بتوم. لا الحمد لله وشكر، والله فرحانين يعني مو شيء كلش يعني، ما القاع ماشيين الله شاهد. الله رحم الله والديكم ما قصروا ويانا مستشفى الكفيل.